يسعى للحفاظ على النتيجة المرسومة. هذه محاولة هذه بالإعادة الهدف اللي سجلوا فريق النهضة البركانية، الهدف الأول. لا يوجد تسلل في هذه اللقطة تماما، لأن التسديدة كانت قوية وأخميس يعني غير اتجاه الكرة نحو شباك الحارس البرقدي. أعتقد أن اللقاء سيتحرك عسو، لأن الإصابة في الدقائق الأولى دائما كتعطي إيقاع، ارتفاع الإيقاع للفريق الآخر، يبغي غيسعى جاهدا لتسجيل هدف التعادل مبكرا، وفريق النهضة بركان غادي يبقى يرفع الايقاع خصوصا في الحملات المرتده، وغنشوفوا تبادل ديال المحاولات. اللاعب رشيد تيبركانين هي فرصه للاولمبيك لتعديل النتيجه امام فريق النهضه البركانيه اللي كيقدم مستوى جيد في هذه المباراه، والحارس المرابط وجه لوجه مع اللاعب تيبركانين. الحكم السيد بوشعيب الحراش يعطي اشاره تنفيذ ضربه الجزاء لفائده فريق اولمبيك خريبكا. تيبركانين امام الحارس المرابط، والحارس المرابط يتمكن من الكره، تضيع ضربه جزاء لفائده فريق اولمبيك خريبكا. والحارس المرابط اللي كيف قلت من احسن الحراس على مستوى البطوله الوطنيه يضيع ضربه او يتصدى لضربه جزاء اللي كان سددها اللاعب تيبركانين، والمرابط يعني بالخبره ديالو يتمكن من الكره لتبقى النتيجه هدف لصفر لفائده